أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. إذا أجواء مضطربة وعاصفية متوقعة اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026 بعدة أقاليم في المملكة المغربية، كذلك غدا إن شاء الله الأربعاء 19 غشت 2026 أجواء ممطرة ستهم مجموعة من أقاليم المملكة المغربية مع درجات حرارة معتدلة بجل الجهات وأقاليم البلاد. إن شاء الله سوف نتعرف على جميع هذه التفاصيل والتوقعات المتوسطة المدى من طرف النموذج الأوروبي، وكذلك توقعات الأرصاد الجوية الوطنية التي تشير إلى نشرة إنذارية إن شاء الله ستهم تساقطات مطرية وزخات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية محليا مصحوبة بحبات البرد. بقوا معنا متابعينا الكرام إلى نهاية الفيديو، غادي نعطيكم إن شاء الله جميع التفاصيل وجميع المعلومات. إذا الإخوان غادي نشوفوا توقعات خريطة الأمطار من النموذج الأوروبي اليوم الثلاثاء. كما كتشوفوا مجموعة من السحب الغير مستقرة اللي غادي تشكل سواء بمرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط والمناطق المجاورة للأطلس. كما كتشوفوا من خلال خريطة الأمطار مجموعة من السحب الركامية الرعدية التي ستهم مرتفعات ميدلت، كذلك أزيلال، بني ملال، الحوز، تنغير وكذلك بولمان. هاد الأقاليم غتشهد إن شاء الله زخات مطرية وعواصف رعدية. حتى المناطق ديال إغرم وكذلك تفراوت في مناطق الأطلس الصغير قد تتشكل بها بعض السحب الغير مستقرة الرعدية خلال فترة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026. قد تطال كذلك بعض الزخات المطرية والعواصف الرعدية المناطق الشمالية الشرقية الأقاليم الجنوبية، خصوصا المنطقة ديال جلسة الزمور احتمال إن شاء الله زخات مطرية وعواصف رعدية متفرقة. بالنسبة لتوقعات يوم غد الأربعاء إن شاء الله 19 غشت 2026 كما كتشوفوا خلال فترة الصباح تساقطات مطرية متوقعة بالسواحل الجنوبية ما بين طنطان وطرفاية، كذلك بعض التساقطات المطرية متوقعة بالأطلس الصغير، كذلك على المناطق ديال أكادير احتمال تكون الأجواء غائمة مع تساقطات مطرية متفرقة متوقعة. خلال فترة بعد الزوال كما كتشوفوا غادي تشهد مناطق الأطلس الكبير وكذلك المتوسط مجموعة من السحب الركامية التي تعطي زخات وعواصف رعدية بمرتفعات تارودانت وكذلك مرتفعات شيشاوة والحوز، بني ملال وكذلك أزيلال والسهول الغربية الأطلس، بيضاء الفوسفات والماس، وبالمنطقة الشرقية شمال منطقة الشرق وكذلك بمرتفعات الريف. من خلال خريطة النموذج الأوروبي يتبين إن شاء الله زخات وعواصف رعدية قد تكون غزيرة ومصحوبة بالتبرير محليا. قد تطال الزخات المطرية والعواصف الرعدية إقليم قلعة السراغنة وإقليم مراكش، كذلك المناطق وإقليم ديال خريبكا والمناطق ديال واد زم، مناطق والماس والسايس، مناطق إقليم الخميسات، كذلك خنيفرة، فاس، مكناس. هذه المناطق قد تشهد إن شاء الله يوم الأربعاء 19 غشت 2026 تساقطات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية. كذلك قد تطال الزخات الرعدية مناطق مرتفعات الحسيمة، كذلك الدريوش، تازة، تاونات، حتى المناطق ديال شفشاول وشمال منطقة الشرق، خصوصا الإقليم ديال وجدة، جرادة، توريرت، قرسيف، والإقليم ديال فيقيق، بولمان، مناطق إفران، كذلك حتى الإقليم ديال تنغير ومرتفعات ورزازات. فاحتمال إن شاء الله زخات مطرية قد تكون مترافقة بعواصف رعدية محلية. كما تؤكد ذلك الأرصاد الجوية الوطنية من خلال صدور هذه النشرة الإنذارية من مستوى يقظة أصفر تساقطات مطرية غدا إن شاء الله معتدلة مصحوبة بعواصف رعدية، وقد تكون مترافقة كذلك بتساقط تبريري بأقاليم أزيلال، إفران، الحاجب، الحسيمة، الحوز، الناظور، بني ملال، بولمان، تارودان، تازة، تاوريت، قرسيف، تنغير، خنيفرة، دريوش، صفرو، فاس، ميدلت وكذلك ورزازات. هذه الأقاليم إن شاء الله غادي تشهد غدا إن شاء الله تساقطات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية. قد يكون هنالك تحيين يوم غد من خلال توقعات الأرصاد الجوية الوطنية، قد تضاف مناطق أخرى وربما تصبح مناطق أخرى من مستوى يقظة برتقالي. سوف ننتظر إن شاء الله ونرى التحديثات الخاصة بالأرصاد الجوية الوطنية. أما الآن متابعينا الكرام غادي نكملوا توقعات وخريطة النموذج الأوروبي إن شاء الله خلال يوم الخميس 20 غشت 2026. كما كتشوفوا استمرار الحالات القوية من عدم الاستقرار خصوصا بالمنطقة الشرقية وجهة الشرق وبالأطلس المتوسط، خصوصا المناطق ديال ميدلت، مناطق الرشيدية، كذلك مناطق بولمان، وبالمنطقة الشرقية وشمال منطقة الشرق. فاحتمال كما كتشوفوا زخات مطرية قد تكون مترافقة ببعض العواصف الرعدية، وغادي توصل إن شاء الله تساقطات مطرية إلى السواحل المتواجدة شمال مدينة الجديدة. ستكون إن شاء الله الأجواء غائمة ما بين جديدة وطنجة مع احتمال قطرات مطرية متفرقة خلال ساعات الصباح من يوم الخميس. قد تكون بعض الأحيان هذه التساقطات المطرية معتدلة خصوصا على منطقة طنجة والبوغاز. بالنسبة لبقية الجهات وقليل من المملكة الأخرى ستكون بها الأجواء مستقرة وقليلة السحب. ويوم الجمعة إن شاء الله 21 وكذلك يوم السبت وأيضا حتى يوم الأحد 23 غشت 2026
فاستقرار كما كتشوفوا. ستعود الأجواء المستقرة إلى بلادنا ودرجات الحرارة المعتدلة بأغلب المناطق. بالنسبة للإخوان درجات الحرارة وانحرافها عن المعدلات في الفترة ما بين 17 حتى ل 24 غشت. كما كتشوفوا المغرب فهو تقريبا كامل باللون الأزرق، يعني درجة الحرارة أدنى من المعدلات ما بين ناقص درجة حتى ناقص 3 ديال الدرجات أدنى من المعدل، سواء بالسهول الغربية الأطلس ومناطق سوس وكذلك بالأقاليم الجنوبية. فدرجة الحرارة غادي تكون إن شاء الله معتدلة وموسمية. درجة الحرارة غادي تكون إن شاء الله أقل من المعدلات في هذه الفترة، وحتى الفترة ما بين 24 حتى ل 31 غشت، يعني إلى غاية نهاية شهر غشت. فدرجات الحرارة متابعينا الكرام في المملكة المغربية ما غاديش نشوفوا ونشهدوا شي موجات ديال الحر خلال هذه الفترة المتبقية من شهر غشت ولله الحمد. ما عدا بالسفح الجنوبية الشرقية كما كتشوفوا وجنوب منطقة الشرق، هنالك درجة حرارة قد تكون أعلى من المعدلات بقليل، ما بين درجة حتى 3 ديال الدرجات. مزيد من التفاصيل إن شاء الله والتوضيحات خلال النشرات الجوية القادمة، وإلى اللقاء.